السلام عليكم. ماري كويني رائدة السينما المصرية وصانعة الأمجاد. صلى على النبي، كل من النبي صلي عليه. ويلا نبتدي الحكاية. اسمها الحقيقي ماري بطرس يونس، اتولدت في بيروت في أجواء الحرب لأسرة متوسطة الحال. أبوها كان عنده حتة أرض بيعيش من اللي بيجي منها. لسه هتبتدي تفتح عينيها على الدنيا لقت نفسها يتيمة الأب، برغم إن أمها حاولت بشتى السبل تلعب دور الأم والأب لكنها تعبت. وبعدين أختها كانت عايشة في مصر. أختها هي المنتجة الكبيرة آسيا داخر، قالت لها هاتي بناتك وتعالي عيشي عندي. ماري كان عندها أخت اسمها هند. الأم ما كدبتش خبر وخدت ماري وخدت هند ونزلت على مصر تعيش في كنف أختها المنتجة آسيا داغر. كمان كان عمهم صحفي كبير في الأهرام وهو أسعد داغر. المهم الأسرة استقرت في مصر. ماري دخلت الفن أو التمثيل بالصدفة. هقول لكم إزاي. هي كانت خجولة جدا وكانت انطوائية. حاولت أمها وأختها بشتى السبل إنه هي تكون اجتماعية أو يدمجوها في المجتمع اللي عايشين فيه، لكن هي أبدا انطوائية جدا. خالتها قالت أنا ممكن أخدها معايا استوديوهات التصوير، يمكن الجو يخليها تفك شوية. وقررت كمان إن هي تخليها تشترك معاها في فيلم وهي لسه عندها 12 سنة. الفيلم كان اسمه غابة الصحراء. بعدها بسنتين ادت لها آسيا دور أكبر شوية وهو فيلم وخز الضمير. واحدة في واحدة بدأت آسيا تديها أدوار أكبر فأكبر، وبدأت ماري تتعود على الوسط الفني وتبقى نجمة من النجمات. فيلم وخز الضمير كان قدامها أحمد جلال اللي اتعلقت بيه وحبته واتجوزته، برغم إن فرق السن بينهم كان قرب 20 سنة. بس قالت عشت معاه أيام سعيدة وخلفت منه كمان ابنها نادر، لكن للأسف السعادة ما بتدومش والحياة ما بتستمرش على وتيرة واحدة. رحل أحمد جلال بعد 7 سنين من الزواج، ووفاته أثرت جدا في ماري ورجعت تاني تحس بالوحدة وبالانطواء. بجانب التمثيل اشتغلت ماري كمان في المونتاج، وده كان في بداية عملها بفيلم عندما تحب المرأة، كان سنة 1933، وكانت من أوائل المونترات اللي دخلوا عالم الفن. ماري ليها أكتر من 13 فيلم بس في الأربعينات هي اللي عملت لهم المونتاج بتاعه. ماري بعد وفاة أحمد جلال حبها الحقيقي والوحيد انهمكت في الشغل، وأسست أول شركة ليها سنة 1942، وهي اللي أدخلت أول معمل ألوان سينمائي في الشرق الأوسط. وبكده دخلت السينما المصرية عصر جديد من التكنولوجيا والجودة. قدمت ماري كويني عبر مسيرتها عشرات الأفلام، من ضمنهم أمير الأحلام، عودة الغاء، كانت ملاك، ظلموني الناس، ابن النيل، نساء بلا رجال، المليونير الفقير، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، بدور، أرزاق يا دنيا، وغيره وغيره من الأفلام الكتير قوي، لأن أرشيفها الفني الحقيقة أنه غني وغزير. بالنسبة للجوائز والتكريمات أخذت جائزة الدولة التشجيعية سنة 1958. كمان أخذت شهادة تقدير من مهرجان الهند الدولي عن فيلم ابن النيل، جائزة المركز الكاثوليكي 1974 عن فيلم بدور. نقدر نقول بكل ثقة إن ماري كويني امرأة سبقت عصرها بكل ما تعنيه الكلمة، وكانت من أهم رائدات السينما المصرية، إلى جانب عزيزة أمير وبهيجة حفيظ وفاطمة رشدي وآسيا داغر. برغم جمالها الفائق إلا إن هي فضلت تكون خلف الكاميرا أكتر أدوارها وأكتر أفلامها، وصنعت مدرسة حقيقية في الإنتاج والتحرير السينمائي. وبعد أكثر من 40 سنة من العطاء في الإنتاج والتمثيل والمونتاج، رحلت ماري كويني سنة 2003، وده كان أول أيام عيد الفطر المبارك. تركت إرث فني لا يزول، وأسست صناعة مستمرة لغاية وقتنا الحالي، وما اتجوزتش غير مرة واحدة من حبيب عمرها أحمد جلال. دي كانت همستنا النهاردة عن ماري كويني، واللي ناس كتير ما تعرفش حكايتها. وأنا أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك، اشتراك في القناة.
شكرا جزيلا.